بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى بينا نعمل الكيكة الجميلة دي، كيكة الحليب الساخن، من اروع الكيكات اللي عملتها. كيكة في منتهى الجمال ونتيجتها مضمونة جدا بمقادير بسيطة خالص. يلا بقى بينا بدون رغي كتير نشوف مقاديرنا وخطوات العمل بتاعتنا ايه. معايا 4 بيضات وكوباية حليب، ومعايا كوبايتين دقيق وعليهم رشة ملح و3 معالق زبدة، ومعايا معلقة كبيرة بيكنج باودر ونص كوباية زيت وكوباية سكر ومعلقة صغيرة فانيليا. هجيب الخلاط بتاعي واحط فيه البيض والزيت والسكر ومعلقه الفانيليا، كلهم هضربهم مع بعضهم لحد ما يدوبوا كده ويتجانسوا مع بعض. لحد ما يبقى القوام بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. هاجي بقى اصبهم في البوله. هنشوف الخطوه اللي بعد كده بقى. هجيب الحليب بتاعي واصبه كده في اناء واحط عليه الزبده، وهرفعه على النار لحد ما يسخن، بس يعني ما وصلوش لدرجه الغليان، بس يسخن. على ما الحليب بقى بتاعي يسخن هجيب البولة بتاعتي اللي فيها المكونات اللي انا ضربتها في الخلاط، وهحضر المكونات الجافة بتاعتي. الدقيق حطيت عليه رشة الملح، هنخله كويس قوي. مهم جدا النخل يا جماعة لان بيدخل هواء وبيخلي كمان مفيش اي تكتلات في الدقيق. هنخل الدقيق وهنخل كمان البيكنج باودر. بعد كده هجيب المضرب اليدوي بتاعي وهضرب كده في اتجاه واحد لحد ما تتجانس كل المكونات مع بعضها. هي هتبقى تقيلة شوية في ايدك بس مفيش اي مشكلة، لسه احنا ما حطيناش المكونات السائلة. هجيب بقى الحليب بتاعي بعد ما ساح كده مع الزبدة وسخن على النار، وهنزل بيه كله كده على المكونات اللي انا ضربتها، وبنفس المضرب اليدوي كده هضرب برضو في نفس الاتجاه لحد ما تتجانس المكونات كلها مع بعضها. تعالوا نشوف بقى القوام وصل ازاي، بقى قد ايه ناعم وسايل زي ما انتوا شايفين كده. هو ده القوام المطلوب والمظبوط. هجيب الصينية بتاعتي دي، صينية مقاس 24. هضيف المكونات فيها كده بعد ما دهنتها كويس قوي بالزبدة. طبعا انا مسخنه الفرن على درجه حراره 180 درجه. هحطها في الرف الاوسط. هضربها الاول كده ضربتين 3 عشان اي فقاعات دخلت تخرج وما تعملش فراغات في الكيك. بتاخد تسويه حوالي من 45 ل 50 دقيقه وتطلع احلى كيكه ممكن تتخيلوها. هقلبها بقى على السلك كده واسيبها تبرد شويه وتهدى، وبعد كده هقطعها. قد ايه كيكه طلعت هشه وجميله واسفنجيه جدا زي ما انتوا شايفين كده، وسهلة وبسيطة، ما خدتش وقت خالص ولا مجهود. تاكلوها بألف هنا وشفا. هستنى منكم في التعليقات تقولوا لي رأيكم فيها، ونتقابل إن شاء الله في وصفة تانية جديدة من وصفاتي. والسلام.